السلام عليكم. السلام عليكم يا صدمت ساعة فلوكس ب 35,000 يورو. ليه؟ يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا بقالي كتير للاسف مختفي، ما بقاش عارف اعمل فلوجات لان انا كنت عندي مشكله في السكن في المانيا، خسرت السكن بتاعي، بس الحمد لله بعد شهرين يعني لقيت سكن. طبعا الحمد لله ربنا كان عايزيني باصحاب مصريين جدعان شالوني الفتره اللي فاتت دي، وكنت شغال الفتره اللي فاتت دي كتير جدا يعني. فعلا الشغل كان اوفرلودد عليا جدا، بس يعني ده كنت عشان بحضر الطلعه اللي انا طالعينها دلوقتي دي 3 دول، هنروح 3 دول. فانت لو مش عامل سبسكرايب سوي سبسكرايب، هتلاقي 3 فلوجات جامدين جدا. اول دوله وهنروح هي فيينا النمسا. فيينا هي عاصمه النمسا، ومن اكتر المدن اللي كان نفسي اروحها معروفه فيينا. دلوقتي انا في نورنبرج جنبي بساعه. طبعا عشان انا مخطط تخطيط كويس جدا، بعرف اخطط يا جدعان. فانا قاعد بقالي 3 ساعات في نورنبرج، وفي لسه ساعتين مستني الاتوبيس بتاعي هيتحرك الساعه 4 الفجر ودلوقتي الساعه 3. فبما اني في نورنبرج فقلت حابب اوريكم دي الالتشتات، بس شكلها مقفول عشان الساعه 3 الفجر. في كل مدينه في المانيا بيبقى في جزء اسمه الالتشتات ده بيبقى زي مدن بيبقى على شكل التراث القديم، يعني مثلا زي المدن كده اللي هو الشكل بقى الاشكال اللي انتوا بتشوفوها في الافلام بتاعت زمان دي، يعني بص تحس ان هي دي قلعه مثلا. ففي كل المدن محافظين على الحوار ده. فانا عاوز اوريكم المدينه بتاعت شكلها عامل ازاي، كأنكم انتوا ماشيين معايا، مش انا مش لازم تشوفوا وشي، تعالى اوريكم كده كأنكم ماشيين معايا. بس دي كانت جولة سريعة في نورنبرج، أتمنى تكونوا ما مليتوش عشان احنا لسه ما ابتديناش والباص جه، فهركبه وألقاكم في فيينا. الطريق في حدود 7 ساعات فلازم أنام، بس فما فيش حاجة وراك في الطريق، فانتظروني في فيينا. انا وصلت فيينا اخيرا مرحبا بكم في قلب فيينا. لسه واصل، هروح بقى للهوستل بدور عليه، اخد شاور كده واظبط اموري واجهز على اللفه هنلف كتير. فتعالى نشوف بس هيبقى عامل ازاي الاول. لسه واصل الهوستل، كنت عايز اوريكم الدخله الباب الكتروني بكود. الصراحه الموضوع جميل. ده الهوستل، سراير كده، الكنبه والسرير ده بتوعي. فتعالى اوريكم الفيو بتاع الهوستل عامل ازاي. الحاجات هنا في النمسا غاليه، يعني الليله هنا ب 30 يورو، فده يعتبر غالي شويه، بس هي شقه، اكتشفت ان هو مش هوستل، هو عباره عن شقه. تعالى اوريكم الفيو عامل ازاي. لسه خارج من الهوستل، خدت الشاور المتين، رايح بقى استكشف المدينة. جو الحمد لله شمس. الناس هنا رايقة أوي. المدينة الصراحة جميلة لغاية دلوقتي، يعني عاوز ألحق. متضايق طبعا لأن اكتشفت أنا كان مكتوب في الهوستل إن أنا التشيك إن الساعة 2 الظهر، طلع الهوستل الإلكتروني، كان ينفع أعمل تشيك إن في أي وقت، فضيعت على نفسي 4 ساعات في اليوم، بس ان شاء الله نلحق. اول ديستنيشن لينا وهي الرات هاوس. الرات هاوس ده زي مبنى البلديه، ف بيقولوا يعني من الحاجات الحلوه في فيينا. بس المبنى عامل زي اللي ورايا. هم فنانين برضه في المانيا، فانا مش في المانيا، مش كل هم بيتكلموا الماني،
فانا دماغي اللي هي لسه في المانيا. انا في النمسا، انا في النمسا، انا في النمسا. بس الراجل هنا العجل في اوروبا ملوش حل. لا لا، مدينه جامده، مدينه جامده اقسم بالله. نفس بقى الرات هاوس واوريك الرات هاوس عامل ازاي. وانا رايح الرات هاوس مباني هنا تحسها على التراث الايطالي، فقلت ما امشي في حواري فيينا بدل ما انا ماشي على الطريق واستمتع. صراحة حلقت النضارة لان مش مدخلاني في المود. بس الحي هنا عامل ازاي، تحس ان انت في ايطاليا، مع اني ما رحتش ايطاليا بس انا حاسس ان هي ايطاليا. حواري فيينا. وانا اقدر اخد الباص بس مش عارف، حاسس ان تمشية وسط الحواري كده، حواري مش عارف ليه بقول حواري. تمشية وسط بص البيوت عاملة ازاي يا جدعان. التمشية الصراحة امتع بكتير يعني، مع ان في الاخر هاجي هلاقي نفسي ضيعت اليوم، بس الصراحة متعة ان انا امشي وسط المباني كده واتفرج كده على الثقافات. لان هنا برضو في يعني لسه اللي ورا فعلا ده كان مطعم ايطالي بيعمل بيتزا، ففي المدن الكبيرة لازم بيبقى متجمع جميع الثقافات بقى من كل انحاء العالم. فبتفرج بقى على جامدة 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 جامدة. بس في طريقي بقى للرات هاوس اكتشفت ان انا ما فطرتش، بس مش مهم، انا مش جعان يعني، بيبقى في انرجي كده جوايا استكشاف نسيني الجوع. بس هحاول وانا ماشي في طريقي كده لو لقيت اي سوبر ماركت اشتري حاجه كلها. وانا في طريقي للرات هاوس لقيت جوجل مابس بيرشح لي انا جنب حاجه مهمه يعني في المدينه. طلعت الساعه دي زي حاجه اثريه يعني، زي البيج بين بس بتاعت فيينا. فهنا يعني المنظر برضو حته حلوه، حته حلوه الصراحه. لا فيينا طلعت اشيك فعلا من المانيا يعني. انا فعلا من اول ربع ساعه فعلا مدينه شياكه قوي، مدينه شياكه وتستحق الزياره يعني. فهصور لكم منطقه هنا بما احنا جينا هنا، وهحاول اعرف اسمها برضه اكتبها لكم في الفيديو عشان اللي حابب يجي يعني. جميله يعني جميله. المفروض بقى الساعه اللي بتبقى زي دي كل ما يجيب تمام الساعه يعني مثلا الساعه 1 بالظبط تيجي بقى تتحرك. انا اشوف دلوقتي الساعه كام، فاضل 5 دقايق هصور لكم ما تتم ال5 دقايق دي وتتحرك. يا جدعان المدينة شيك قوي، شيك قوي يعني المباني والناس. انا عايز اوريكم بتاعت الحنطور لابسه ايه يعني، اللي بتصورهم دي سواد الحنطور. بس الكنيسة، دخول الكنيسة تلعب ببلاش، بس الكنيسة ده من الناحية التانية. فتعالوا نخش مع بعض كده الكنيسة اوريها لكم. الدنيا زحمة طبعا، دي مزار سياحي فالدنيا زحمة جدا، فهحاول اوريكم بالكاميرا الخلفية عشان يعني ان شاء الله يبقى التصوير مش ممنوع. تعالى اوريكم برضو الدنيا عامله ازاي جوه. منظر الصراحه جوه فخم قوي. دخلت كده خدت نظره سريعه وقلت هيبقى في منظر من جوه عادي ولا لا، طلع فخم الفخامه يعني. اوحش حاجه بقى ان انت ما تيجي في موسم حلو الدنيا زحمه. يا ضهري انا شنطه ودات التصوير تقيله برضه، بس زحمه ازاي كل ده عشان اخش اصلا. يا الله كنيسة الصراحة أثرية. منظر واو، بس منظر عامل زي كده دخلت، بس منظر تحفة تحفة.
بس في أول مرة الصراحة في حياتي أخش كنيسة. أنا مش فاهم حوار الشمع. لو حد يفهمني إيه حوار إن هما بيولعوا شمعة. بس الكنيسة الصراحة عاملينها جميلة أوي الصراحة. بص عاملة إزاي. يعني أنا مكنتش عامل حساب إن أنا هقابلها في الطريق، بس الحمد لله خلصت كده أول مزار. ودي أشهر كنيسة موجودة في فيينا. الصراحة نفسي كنت اخد صورة هنا، بس موضوع صعب والدنيا زحمة الطريق مبالغ فيها يعني مش عارف حتى احط ترايبود واصور نفسي يعني. بس فطالع دلوقتي الدنيا زحمة اوي الصراحة. طالع دلوقتي بقى نروح رات هاوس. انا يعني كنت رايح افطر، بس دخلت شارع الاجنبي. يعني انا دخلت انا مصدوم. نظيفه قوي نظيفه قوي، الناس هنا نضاف قوي والله. بص الشارع بقى كلها ارماني بقى وجوتشي ده ارماني اهو. الناس نظيفه قوي والله. الشارع شكله نظيف قوي والناس نظيفه قوي. بس ده ستايل الشارع. انا مش عارف عايز اوريهولك. استنى. بس وانا ماشي بقى في شارع الاغنياء، يعني هو الشارع باين منه. وصلت لحاجه اسمها الهوب بيرج، المبنى الاخضر اللي هناك ده. يعني انا كان نيتي ان انا اروح رات هاوس، بس انا عمال الاقي حاجات كلها في وشي يعني. فده الهوب بيرج، اروح اشوف بقى واتصور معاه او اتصور عنده يعني. مش مهم اكل خلاص. انا نسيت الاكل الصراحه. نفسي اتصدمت. ساعه فرولكس ب 35,000 يورو. ليه 35؟ بيجيبوا منين الفلوس دي 35,000 يورو؟ يعني كام؟ يعني داخله في مليون جنيه ولا اكتر. وايه في اخر ساعه؟ هتقول لك اجري الساعه يعني. يا عم حياه الاجنبي دي صعبه قوي. مكبرين المواضيع قوي. الحمد لله على النعمه اللي احنا فيها الحمد لله. فروح اشوف بقى الهوب بيرج. بس وصلت الهوب بيرج. الشمس الحمد لله طالعه. مش عارف بقى الدخول جوه ببلاش ولا ايه الاخبار. بس عاجبني حوار الشمس. كنت خايف جدا ان انا اجي الاقي الدنيا كلها ضلمه والدنيا تمطر. بالتالي الدخول مش مشكله. كان نخش لان انا حاسس هو يعني مش هيبقى فيها حاجه من جوه. بس هنا شكل سياحه الحناطر شغالها ضرب نور يعني. الواحد لسه قايل لي ان هو دفع 50 يورو في الركوبه دي.
فشكل الموضوع يعني مربح بالنسبه لهم هنا قوي. اوبا بقى من جوه جامدة، جامدة، محتاجة تاخد صورة. عم الحنطوط بس لابسين بدل. انا فعلا الموضوع مش عارف، ممكن بقى يعني ده يرتبط بثقافة البلد او يعني شياكة. بيشتغلوا السياح اللي زيي، انا بقيت سايح خلاص، يعني انا اللقب ده انا سايح، ف بيحاولوا يشتغلونا، بس برضو انا مصري يعني فالموضوع مش سهل يجي. لا حته شياكه من جوه في تماثيل. بس هو المشكله بقى لما بتيجي وتلاقي مثلا اعمال بنا زي دي بتبقى الموضوع مستفز يعني. في خلصت تصوير مع الحاج اليوناني، دخلت كملت عديت من البوابه دي، طلع في حاجات اشد وانا عم بتصور مع تمثال عبيط. لا شكلها جامد. المنطقه هنا مش عارف المنطقه دي برلمان ده ولا ايه، بس لا في منطقه تانية اسمها برلمان، مش عارف مش هي دي فعلا، بس المنطقه شكلها جامده قوي الصراحه. مشكلة موبايل 9%، لازم الحقه بمحلول الباور بانك. انقذوني اغيثوني. بس عمال اتصور مع الواد. انا جاي برضه بتوقيت حلو الصراحه، لو كنت برضه رحت امستردام كانت هيبقى الدنيا برضه. بس قلت اللفه دي لازم اعملها يعني، بما اني جنب النمسا فلازم اروح النمسا. المشكلة ان هنا كل حاجة جنب بعض، يعني انا زي ما قلت كنت لسه في الهوف برج ده، جنبي هنا في البرلمان او في حاجة يعني متحف او حاجة برضه شكله شيك، في الرات هاوس. فانا كل ما اقول لك اروح اقول طب ما اخلص دي، طب ما اروح اشوف دي، طب ما فبقالي مش عارف اروح يعني. بس هو انا هروح اشوف الرات هاوس ده علشان من الصبح عمال اقول رايح لرات هاوس رايح لرات هاوس، فلازم اخلص منه واروح استريح شويه في البيت عشان ابتديت اتعب، واتشاور كده عشان برضو الجو حر وانا لبست جاكيت، فالموضوع فرادة. الجو برضو في الصيف في اوروبا تحس ان انت في فيلم فعلا، بس كله راكب عجل، كله بيجري، كله ماشي بالكلب بتاعه، يعني الموضوع الصراحه في الصيف احسن بكتير قوي من الشتاء، مع ان الشتاء بيبقى فيه مناطق حلوه اللي هي المناطق اللي بيبقى فيها تلج والكلام ده، بس لا الصيف انا افضل الصيف في المانيا او في اوروبا عامه يعني. الشوارع في فيينا الصراحة متكلفة مصروف عليها. الشوارع والمدن والمباني شيك. قررت اوسع وخلاص. يا الله ده شكل البرلمان. والله هي منطقة كل حاجة فيها يعني اعتقد فيينا دي تخلص في يومين بكتير. يعني اهو انا وصلت البرلمان وانا كنت رايح الرات هاوس، فاهم قصدي؟ معلومة مهمة برضو، الشارع الاخضر ده بتاع العجل، لو مشيت فيه وهو خبطك انت اللي هتاخد جرام. اوف البرلمان بص المنظر عامل ازاي. اوف لا يا جدعان المباني هنا ملهاش حل، المباني هنا فعلا جامدة اوي. انا شكلي مش هروح النهارده. دي مشكلة بقى، دي مشكلة انا شكلي مش هروح، بس عامل ازاي بجد والله. تحس العصر اليوناني. الناس اللي بتجري دي جايبه الصحة منين؟ أنا مش فاهم يعني إيه ده؟ أنا عندي 26 سنة ومش قادر أمشي. عاوز أشوف ينفع أتدخل، بس ما أعتقدش إن ينفع أتدخل يعني، لأنه حتى منظره حاجة سياسية أو حاجة أثرية يعني مش سياحية. والرات هاوس وراه، أو الحاجات اللي طالعة لفوق دي.
ده كان البرلمان بتاع النمسا. دلوقتي بقى اروح لازم اتغدى واريح خلاص يعني. رات هاوس هناك اهو. انا مش عاوز اروح، مش عاوز اسمع حد. شفت الفيديو ما بقولش حاجه غير رات هاوس. فاشوفكم بعد بقى ما اخلص الريست بتاعي. لفيت طبعا شويه في المدينه، قابلت ناس صحابي عشان كده ما عرفتش اوريكم اللي عملته. اكلت ايس كريم، رحت الكنيسه تاني دخلتها تاني. كنت عاوز اروح شايفين الدوريه دي اللي هي زي فان فير او الملاهي يعني. كنت عاوز اروحها بس اتاخرت يعني، سرحت واتاخرت بصراحه. برضو موضوع متعب شويه ان السفر كان الصبح طويل، بس فما قدرتش اوريكم النهارده. بس الدنيا برضو بالليل هاديه كده، والصراحه فيينا ستايلش جدا. الناس ستايلش برضو بس غاليه قوي يعني. اكل غالي، سكن غالي يعني. انا كنت قاعد مع ناس كله اتفق على كده من جميع الجنسيات يعني. دي من الحاجات بقى الجامده جدا ان انت فاهم تقابل جنسيات جديده، تعرف على ناس جديده. بس بص فيينا بقى الصراحه، هي لو قارناها بالمانيا ففيينا العاصمه، فانت ما تقدرش برضو تقارنها بالمانيا، لان اعتقد هي حلوه الصراحه. بس الورد خلاص ظهر. ففيينا الصراحه جميله. فده اليوم الاولاني خلص. رحنا النهارده اماكن مش قليله، بس كان نفسي طبعا اروح اماكن اكتر. بس بكره بقى ان شاء الله هحاول اليوم كله يعني انظمه احسن من كده. وبالليل بقى نروح اوريكم المدينه بالليل بقى عامله ازاي، ونروح الفان فير. والكمكم غدا. يا صباح الخير، مرحبا بكم في دي 2 في النمسا فيينا. دلوقتي طبعا الاشاره حمراء وانا بصور حاجه في منتهى الادب يعني. بس دلوقتي الساعه 12. رايح مكان كده او قصر اسمه شونبرون. انا مش عارف بقوله صح ولا لا، بس يعني ده الميدان اللي قدام بيتي. بس يعني لازم اركب له في حدود 45 دقيقه. طبعا فيينا غاليه، تذكره المواصلات. هلو. كل اللي بيشوفني بصور بيقعد فاكرني ان انا بلوجر بقى وحاجه كده جامده. فتذكره المواصلات غاليه. اليوم ب 8 يورو، ده غالي مقارنه مثلا في التشيك اليوم ب 4 يورو. فدلوقتي رايح اركب المترو والقاكم هناك بقى في القصر. يا رب يكون حلو يعني. بس المشكله انا مش عارف اصور تحت عشان الدنيا تحت يعني المترو الموضوع صعب ودوشه يعني. فالقاكم هناك في شونبرون. شاف دي المحطه بتاعتي شونبرون. دلوقتي بقى هروح اشوف القصر الملكي اللي هناك. بيقولوا الصراحه يعني الستايل بتاعه مختلف عن باقي يعني. انا ما روحتش حاجه بالستايل ده قبل كده، فمتحمس جدا اشوفها واوريها لكم معايا. وصلت للقصر. بس تعرف ان انت في الطريق الصحيح اول ما تلاقي السياح كتير قوي كده. بس منظر السياح جروب مدرسه. هلو. هو ده القصر. لازم ارمي اللبانه دي عشان منظرها مستفز الصراحه. جو شمس قوي، شمس يعني انا مش شايف حاجه يعني، ولا شايف اللي بصوره ولا شايف اللي قدامي ولا شايف اي حاجه. بس لازم نخش من الجو دي. يا رب يبقى ببلاش عشان انا كعاك كتير قوي في السفر. بس عديت الاشاره. عم يوليوس قيصر واقف هنا، بس مش ده القصر اللي انا شفته على ده في حفل عشان كده في تذاكر في كونسرت. هيعملوا حفلة شكلهم بالليل في المكان ده. هو ده القصر اللي ورا. بس في حاجة تانية أنا شفت على النت كان منظره أشيك من ده كمان. في واحد أشد من ده بكتير. انا خايف لو الكون بتاعه ما بيصورش كلها بيصور. الشمس حامية قوي انا مش شايف حرفيا يعني. انا زي ما بيطلع تهيألي الدخول عايز اشوف الدخول بفلوس ولا لا. القصر ذات نفسه بس لازم نريح شوية في الظل عشان الشمس فعلا شديدة. المفروض بقى بالليل كل الشاك الصغيرة دي هتفتح، هيبقى في هنا حفلة بقى زي كونسرت كده.
تعال نشوف الاول ينفع نخش جوه ولا لا. القصر طبعا كبير جدا، عمال الف حواليه، بس هنا بقى يعني المنطقه فعلا بص عاملين ازاي، تحس قصر ملكي فعلا. الناس هنا بتصور كتير قوي معانا. الدنيا زحمه قوي، بس هو فعلا اول ما الجو يظبط تلاقي الناس كلها طالعه، بس المنظر ملكي يعني، حاجه كده عم فاروق باشا. واحد عاوز اكتر من اوضه ومطبخ وحمام، ليه البعزقه دي؟ ليه البيوت دي كلها والرفاهيه دي كلها؟ بشر فعلا طماعين. الجناين هنا جميل قوي. تهيألي هو في زي تقاليد أو عادات لازم تشم الريحة. ريحته حلوة. لا فيينا حلوة، فيينا جميلة. القصر كبير قوي، القصر كبير، بعزقة على الفاضي. انا مش عارف الناس دي مش حاسين بالناس ليه، بعزقة يعني. انا ماشي بقالي كتير قوي عشان الف حوالين القصر. لازم الواحد بقى ياخد صورة هنا وسط الجناين دي، نشوف لو في منطقة تانية اوريها لكم. انا الف حوالين القصر، غيرت التيشيرت عشان المتابعة قالوا عايزين التيشيرت ده عشان عاوز اصور صور كلاسيك في القصر ده يعني، طبعا كلاسيك. الصراحة الجهة دي افضل بكتير، بس القصر كبير اوي. اوه ماي، انا عرفت هما اللي بيجوا دلوقتي. ايه ده؟ ده اللي انا شفته بقى على النت. ايه ده؟ بص الحتة دي مش باينة صح؟ ايه ده؟ اوف على المنظر، اوف على المنظر، صدمة اقسم بالله. لازم استنى، ايه ده؟ مش عارف اجيبها ازاي يا جدعان. لفيت طبعا وخدت لي كام صورة حلوين، وسألت بقى على سعر دخول القصر الجميل اللي ورايا ده. 40 يورو. ليه؟ ليه 40؟ انتوا مش فاهمين يعني ايه 40 يورو؟ كتير جدا يا عم، مش داخلك يا عم، هو حلو عليا كده. يا نهار ابيض، لا كتير قوي. وصلت بقى للنافورة الشياكة دي، فالموضوع الصراحة ماشي كتير، فربنا يقدرني ورجليا تستحمل. مش جاي لها لابس جزمة كلاسيك فمتعبة أكتر. بس البط معايا ازاي في النافورة عاملة طراوة الصراحة. الجو النهارده حر أوي. بس لا، القصر من بعيد شكله أحلى. المية طبعا مش أحسن حاجة، كنت بفكر أدل إيديا بس المية منظرها ما يشجعش. في بقى ورا النافورة دي بقى في حاجة هنطلع لها لفوق كده، لازم اغير الجزمة دي والبس الكوتش عشان اقدر امشي. خلصت تصوير عند النافورة الجامدة. لا الصراحة شايف هنا في جنينة حيوانات تير جاردن، انا مش شايف باينة في الاسم ولا لا. تير جاردن يعني جنينة حيوانات. دلوقتي بقى هحاول اطلع فوق عشان اوريكم المنظر من فوق. اتوقع المنظر من فوق هيبقى خيالي يعني. طبعا بما اني راجل فانا معيش النضاره دي هتعزمني، معيش مناديل، فدلوقتي بسيح يعني. انا الشنطه اللي في ظهري دي فيها كل حاجه، ادوات تصوير واكل وشرب وكل حاجه ما عدا مناديل. ف
فدلوقتي طبعا طالع بقى مشوار، غيرت الجزمه ولبست الكوتش عشان ما اطلع هيجيب اجلي يعني. الصحه خلاص راحت. يعني انا كان نفسي طبعا فرحان طبعا بالجو جميل الصراحه، بس هو شمس زياده عن اللزوم. واحد ما بيرضاش يعني الحمد لله طبعا. لو كانت مطره يا نهار ابيض كان زمان دلوقتي ما صورتش اي حاجه، لان اصلا انا قبل ما اسافر دي برضو مشكله. هنا الجو فعلا مش مستقر. قبل ما اسافر كان مكتوب ان الدنيا هتمطر، كنت متضايق قوي، بس هنا اخيرا وصلت. اعتقد دي اعلى نقطه في فيينا. منظر منها خيال. انا عايز اوريك بس ده يعني ايه، مش مهم المنظر ده، سيبكم من المنظر ده، انا عايز اوريكم المنظر ده. اعلى نقطه في فيينا. انا الاسبوع اللي فات او الاسبوعين اللي فاتوا فعلا تعبت في الشغل. يعني الموضوع كان صعب بطريقه مبالغ فيها. يعني انا لسه بفكر في الموضوع دلوقتي. الموضوع كان في ايام فعلا كنت بقول مش عارف، انا خلاص لازم اوقف، تعبت. بس دلوقتي انا في النقطه دي اقول فعلا ان الموضوع كان يستحق. الموضوع كان يستحق التعب بجد والله. الموضوع كان يستحق، وهي دي الحياه يعني. ان الموضوع لو انت كنت وقفت في لحظه التعب عمرك ما كنت هتوصل للحظه الراحه يعني. الصراحه المنظر انا مش عايز انزل. عبده في اعلى نقطه في فيينا. خلصت القعده فوق. الصراحه استمتعت بيها جدا. اتعرفت على شاب من كازاخستان، ودلوقتي نازلين بقى عشان اروح الهوستل بقى اشوف جده ونروح مكان تاني. بس الجو هنا خيال، الدنيا زحمه قوي، زحمه 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 زحمه. فنروح بقى اشوف القاكم بعد ما وده صديقي اللي اتعرفت عليه. Hey bro, like, can you say hi for people? Salam. Salam alaikum. Assalamu alaikum. He has the same, like, he can speak the same. Kind of same, not all the same. Yeah, like, المشكلة عايز اتكلم عربي وعمال اقول انجلش. في كازاخستان في شوية كلمات متشابهة ما بين العربي واللغة بتاعتنا. يعني بيقولوا سلام. How can you say how are you? It's Najasan in Azerbaijani. أنا مش فاهم أي حاجة. It looks so cool bro, but I can't understand what are you saying. فألقاكم بقى بعد ما أنزل من أجمد منظر في النمسا كلها، المكان ده. لا ألقاكم بعدين. بس بقى فكرت أرجع الأوتيل عشان أغير وأفوق كده، بس اكتشفت إن المشكلة في الأكل. أنا لما أكلت فوق صح مفيش وقت يضيع. المدينة هنا تحس ان هم عاملينها تحفة معمارية. يعني بص المباني عاملة ازاي، والمية هنا بيقولوا من انضف وانقى المياه. مش عارف انتوا سامعيني ولا لا، بس هحاول اعلي صوتي لان انا ايديا وجعتني من كتر ما انا عمال ماشي كده. فقلت بقى ايه، احط البتاع وهو يعمل لي تراكنج بقى. اتفرجوا على المدينة وانا بفطر او بتغدى، انا مش عارف ده ايه ده بالظبط. يعني بص عاوز اوريكم المدينة عاملة ازاي. تكنولوجيا تكنولوجيا. الناس طبعا مستغربه انا بعمل ايه، بس انا بقى عندي لا مبالاه. وزيرو. دي مش كوره، دي حاجه اسمها ريفر عشان المقاطعه. لسه مقاطعين ما تنسوش، لسه مقاطعين. الناس هنا ليه كلهم لابسين كلاسيك وشيك؟ يعني انا مش عارف في ايه، بس احنا برضو كلاسيك، احنا مش اقل منهم. تعالى بقى نروح نشوف الرات هاوس اللي انا عمال ادور عليه بقى لي يومين، ونبتدي نتحرك علشان اليوم الدنيا بتضلم. رايح دلوقتي للرات هاوس. الفكرة ان انا دفعت 8 يورو مواصلات، بس كل ما اجي اركب اتوبيس مش قادر. المباني هنا وسط الشوارع عاملة ازاي، والله المنظر فعلا صعبان عليا. 8 يورو بس كان لازم ادفع عشان اروح شومبرن. مش عارف اسمه شومبرن بتهيألي شومبرون. اسامي صعبة، بس المباني هنا والمشي هنا فعلا يعني هي دي قيمة الرحلة أصلا، إن أنت تمشي جوه الشوارع كده تتفرج. يعني مش عارف أوصف الشعور، لأن فعلا مدينة نضيفة أوي. يعني هم عاملين كل مبنى ليه ستايل. يعني بص ستايل المبنى ده ستايل تاني مثلا، مبنى أثري أو ستايل قديم. فهم عاملين كل حاجة ليها ستايل هنا. غير بقى العربيات، يعني كنت لسه ماشيين بعربيات فعلا. انا مش عارف لوكسمبورغ يعني العربيات هناك عامله ازاي. يعني مثلا لو
في كل لحظه مثلا هي M5 مثلا، BMW M5، تلاقي بقى بورشه، وهتلاقي اهي بورشه لسه بصوا لسه ما كملتش والله، هي بورشه هي قدامي اوريها لكم. ف فعلا هنا فعلا في مدن يعني بورشه هناك SUV، في العاديه وفي كل حاجه يعني هنا فعلا، يعني يعتبر من اجمل. بس البي ام 5 لا دي ام 4 مثل ام 4 كومبيتيشن وراها. فالاحياء هنا فعلا غنيه جدا يعني، فمش قادر اركب، بس ده ملخص الكلام. مش مهم 8 يورو بس استمتع بالمشي جوه فيينا. والرات هاوس قدامه هو اللي هناك، مش هيبان قوي هنا بس فابقاكم هناك بقى عشان الناس ابتدت تتفرج عليا. بص يعني زي ما قلت لكم، كل ما امشي في حته انا كل ما افتكر ان انا وصلت. بص الكنيسه عامله ازاي، دي كنيسه عاديه. لا هنا المباني فعلا، اللي ما يعرفش ايه الانابيب اللي ورايا دي، بما اني بقى في هندسه وكده، زمان في اوروبا كانت تدفئه مركزيه، يعني عشان كانوا بيعملوا تدفئه مركزيه يعني ايه، بيسخنوا الميه في حته معينه ويبتدوا يبعتوها لجميع انحاء المدينه. فالانابيب دي زمان كانت بتشيل الميه السخنه. هتقولي مش خطر يعني، مش سخنه، لا بتبقى معزوله فالحراره ما بتطلعش بره يعني، بس دلوقتي هم سايبينها كديكور يعني. فدي تدفئه مركزيه، فدي معلومه هي عرفتوها اي خدمه. بس قاعدين في الباركس عشان الجو النهارده حلو. الثقافه دي موجوده في اوروبا كلها، اول ما الشمس تطلع والجو يبقى حلو تلاقيهم كلهم قعدوا كده في الجناين والباركس بالطريقه دي. مباني بقى، انا بقيتش ادور على المباني يعني، انا ماشي وهي بتيجي لوحدها. تعبت الصراحه. انا مش عارف ده مبنى ايه بس برضه شكله شيك يعني. وصلت اخيرا رات هاوس، بقالي يومين عمال احاول اوصل له. قدامه بارك جميل قوي الصراحه. الفكره بقى الواحد فعلا عاوز يختني عشان يبقى عنده حريه ان هو يتحرك بسهوله يعني قابلت واحده اوكرانيه فعامله بيزنس، فاتكلمت معاها يعني. فحوار الغنى مش في الممتلكات على قد الحريه، ان انت تقدر تتحرك براحتك تعمل اللي نفسك فيه. بس فهو ده الرات شكله كده عشان قدامه حفله، هما بيعملوا حفله قدامه عشان كده عاملين زي كونستراكشنز قدامه. بس برضه هناخد الصوره التمام منها. هو ده الرات هاوس. مش مميز قوي يعني، حاسس لو عادي يعني. لا دايما بعمل جادجمنت غلط. لا مميز الصراحه. بص عامل ازاي جامد. فهنحاول ناخد معاه صوره عشان شكل في حفله هتبقى قدامه بيجهزوا لها وقافلين الدنيا قدامه. في بارك برضو هنا بس نحاول ناخد له صوره حلوه يعني. ده البارك المشهور بتاع النمسا. بس فشغالين بقى، عمالين يعملوا كونستراكشنز عشان الحفله. منظر مباني ليه جميله كده. المشكله انا كل ما اقول خلاص كفايه مش هنبهر الاقي مبنى قصاده اجمل. مش عارف في ايه. بس طبعا كان نفسي ما يبقاش في الحفله هنا، شكلها تبقى جامده يعني. بس عاملين خلاص بيجهزوا الحفله. مش عارف ده مبنى ايه ده. مباني هنا كتير كتير كتير. بس انا دلوقتي في هدف اكتشفته مهم جدا، ان انا لازم اجيب ميداليه عليها علم النمسا، عشان انا بجمع ميداليه من كل بلد، ميداليه من كل رجل قبيله.
فدلوقتي عاوز الحق عشان محلات هتقفل كمان ساعة ونص. لازم الحق اجيب الميدالية علشان انا ماشي النهارده بالليل، فهزعل اول لما لحقتش اجيب الميدالية. المشكلة هم غاليين قوي يعني. انا كنت بجيبها ب 2 يورو 3 يورو، هنا ب 9 يورو. انا بحاول اروح الاقي محل يكون بعيد عن السنتر يعني عشان اجيبها بسعر عادل يعني، عشان حرام الصراحة 9 يورو في ميدالية يعني. اخيرا لحقت اشتري الميدالية قبل ما محلات تقفل. بص بتلف ازاي. اشتريتها بقى بكام؟ 8 يورو. فانت لو بتتابع وصلت للدقيقه دي في الفيديو اعمل لي لايك حتى عشان اجمع حق ال 8 يورو في ميداليه. مفتريين يا لهوي على الافتراء، اقسم بالله غاليه فشخ، غاليه بطريقه مبالغ فيها في فيينا. بس هم منطقي. بص المنطقه عامله ازاي يعني. انا في منطقه عامله ازاي، كلها اغنياء، كلها ثراء فاحش يعني المبنى ده فيه اوميجا مثلا، فيه رولكس قدام يعني، كل حته فيها براندات وناس اغنياء كلهم شيك وحاجه. وانا داخل افاصل، انا بقول للراجل ممكن تمشي لي ب5 طيب، انا غلبان طيب. هو فاكر يوتيوبر فمش قادر اتكلم الصراحه. بص المباني عامله ازاي. الفكره بقى ان كان في واحد سوري فانا اتكلمت معاه، فاكتشفت ان المرتبات في استراليا ايه؟ المرتبات في فيينا النمسا. استراليا دي حاجه ثانيه. المشكله هم فعلا قريبين بعض، استريا واستراليا. المرتبات اعلى من المانيا يعني. مرتبات في النمسا او في فيينا اعتقد يعني، هم اقل في فيينا، واصله للمينيموم 15 يورو في الساعه. فالمانيا لغايه دلوقتي ما وصلتش ل 13 يورو يعني. فالحياه هنا اغلى ومرتبات اعلى. بس الصراحه المنطقه اللي انا فيها اوفر قوي تحس ان هي منطقه اغنياء بس يعني. الحاجه هنا فعلا اوفر في السعر. بس هو تجربه واورث بقى الميداليات دي لاولادي، اقول لهم ابوك لف في الدنيا وسايب لكم الارث بتاع الميداليات دي، يبقى فكوها بشويه يوروهات. بس خلاص ما ندمش على ال 8 يورو اللي فاتوا. بس منطقه جامده الصراحه. دلوقتي بقى اطلع اريح شويه، خلاص بقى حققت كل اللي نفسي فيه. بص بالصايم موقفوا مش عارف بقى كانوا بيعملوا ايه. بس كده الناس يعني، واحد معاه بورش ولا دي مزاراتي، واحد معاه مزاراتي مش فارقه معاه مخالفه. وسط موقفينهم ازاي بوليتساي، موقفينها عشان عملت مخالفه. مش عايز اصورهم عشان ما يوقفونيش. انا ما حلتيش حاجه ادفعها الصراحه. هنا المخالفه باليورو فخليني في حالي وامشي احسن. بس هعمل نفسي ان انا بص الكنيسه، شايفين الكنيسه؟ هي الكنيسه اهو الكنيسه هم واقفينهم اهو. كنيسه كدرائيه. انا مش عارف الفرق الصراحه ما بين الكنيسه والكدرائيه، بس اعتقد الكدرائيه اكبر يعني، بس منظرها فخم يعني. بس في دلوقتي هروح بقى. بيقولوا في شارع اسمه ماريا هيلف شتراسه، هروح اشوفه كده عشان خلاص انا ماشي بالليل يعني. طيارتي الساعه 6 الفجر، فلازم اسيب المدينه على الساعه 3 4 كده. بس فالحمد لله لحقنا نجيب الميداليه قبل ما الدنيا تقفل. هلقاكم بقى في ماريا هيلف شتراسه. طلعت غيرت طبعا من الحاجات بقى يعني اوروبا دي غريبه. في الشتاء النهار قصير والليل طويل، وبيقفلوا الساعه 8، فانت ما بتلحقش تستمتع بالنهار. في الصيف النهار طويل والليل قليل، فبيقفلوا الساعه 8 فانت ما بتلحقش تستمتع بالليل يعني النهار لسه مضلم بقاله ساعه، وهم يعني الدنيا خلاص الدنيا بتقفل ومفيش حاجه ليليه، فاهم قصدي؟ مفيش بالانس. بس فانا رايح بقى. شايفين نص ربع دوريه اللي باينه دي زي ما الاقي مشهوره جدا في فيينا، اعتقد في نص ساعه وتقفل، فانا بحاول اجري عشان الحقها، فيا رب نلحق نشوفها. وصلت. طبعا هيبقى في نوش كتير بسبب ان المنظر الدايره الحمراء دي داخل الملاهي، بسبب ان ايه هيستظرفوا، لان طبعا الحته هنا كلها شباب، واللي ورايا دول كانوا بيستظرفوا يقولوا لي احنا من اسرائيل، هيبقى في نوش كتير يعني، بس مش مهم. طبعا الدنيا فاضيه، ما زي ما قلت لكم مشكله ان انت مش عارف هنا الليل تمسكه، لان خلاص الدنيا دلوقتي النهار بيخلص الساعه 9، دلوقتي الساعه 10:30، ف في الطبيعي هم حياتهم الليلة بتخلص اصلا بدري.
دي بيقولوا هو افضل، مش عارف اسم البتاع دي، بس دي افضل واحده في النمسا يعني، اللي هي الدوريه الحمراء دي اللي هي بتلف تشوف من فوق التوب فيو بتاع فيينا. عايز اشوف بكام، بس هي لو اغلى من 10 يورو فمع الدنيا السلنكه دي انا دفعت كتير الصراحه، بس هي شكلها حلو، اكيد مش هيشغلوها عشان يعني. الخطيره للسوق، بس ده كده الدنيا بالليل مفيش حد جري اصلا. لا فعلا تغيير الفصول ده صعب، او يعني هنا الحياه الليليه صعبه شويه، ان هم متعودين ان هم يخلصوا ليلهم بدري. الصاروخ بقى ده اللي جربته في ميونخ، كان ب 8 يورو، او البرج ده مميت، اقسم بالله مميت فعلا، بيجيب سكتة قلبية فعلا، لازم اللي يبقى راكبه يبقى قلبي جامد. عايز اشوف بس الاسعار كام، ممكن اجرب، بس المشكله زي ما قلت لكم انت لوحدك برضو رخمه يعني، افضل ان انت تعملها مع حد يعني. منظري يوتيوبر ايه عسلية بس هي مدينه شكلها حلوه، بس هي محتاجه ناس يعني، محتاجه يعملوا دعايه عليها شويه. هي اللي رشاها دي تعالى نشوف كده لو في حاجه. مشكله ان انا لو في حاجه لعبتها محدش يصورني، ومشكله مش عارف اسيب الحاجه بتاعتي احطها فين، الحاجه مش عارف احطها فين الصراحه، لان الشنطه اللي في ظهري فيها درون وفيها ايباد، فلو سبتها ممكن تتسرق يعني. حاول اشوف كده لو في حاجه بتتسرق. بفكر العب اللعبه دي، بس في سنه خوف في نفس الوقت، عايز اتصور، معيش حد يصورني اللحظه دي معايا. صراحه يعني جربتها قبل كده في المدينه عندي، بس مرعبه، بس هي حلوه. عمال افكر، عمال اشاور عقلي هل اعملها ولا لا، بس بشاور عقلي، مشكله بقول لك ايه، يلا هي خلاص كده ضربت مني، يلا بينا. بس انا مش عارف اصور، اخلي حد يصورني، بس جامده قوي. مشكلة الألعاب دي مش قادر بنا، بتموت القلب الصراحة. عاوز اشرب حاجة، مش قادر، حاسس ريقي ناشف، مش قادر. بفكر بقى اشوف هعمل ايه تاني، بس يعني خلاص فاضل لي 3-4 ساعات في فيينا، بس هتضايق، حاسس هضايق، الألعاب هنا صعبة أوي. وانا ماشي لقيت اللعبة دي، قلت اجربها كده، رخيص اصلا بنص يورو ولا حاجة، فيلا نجرب نشوف هعرف اظبطها ولا لا. اوه انشيلديجونج 9 افتكرتني بصورها. تعال نجرب كده اشوف هعرف اعملها ولا لا.
900. ايزي ايزي خالص ايزي. Woher kommst du? Ukraine. Okay. Ja. Aber warum Deutsch? Ja. Warum Deutsch? Kannst du Deutsch sprechen? Ich weiß nicht. Wohnst du in Deutschland? Wohnst du in Deutschland? Nein. اوكي. خلاص الساعة بقت 12، كل حاجة قفلت. طيارتي كمان 4 ساعات، لازم ارجع الهوستل. ابتدي بقى اقفل الشنط والم حاجاتي كلها، لان الموضوع مستفز ما تنسى حاجة في السفرية. رحت الهوستل لميت الشنط، كانت مهمة مستحيلة يعني عشان الناس كانت نايمة، فالموضوع كان صعب. ودلوقتي انا في المطار خلاص طلع الطيارة. خلصت رحلتنا بينا. تنسوش بقى السبسكرايب وادخلوا على الانستجرام عشان الرحلة القادمة. خلاص انا رايح البلد يعني البلوك القادم بقى، هيبتدي من هنا البلوك القادم.